نادي الزمالك بيعيد على جمهوره ويتغلب 2-1 من المصري. المصري شوط أول بالنسبة له عالمي، وكأن علي ماهر بيقول للزمالك هتلعب زي ما أنا عايز. شوط أول متسيد المصري بالكامل، مفيش هجمة لنادي الزمالك على المصري، وسيد زيزو عايز يضرب بالانس عشان ياخد منها ضربة جزاء. الحكم اداله انذار، قال له ما تعملهاش تاني عشان ما تكررش وتاخد طرد. الدقيقة 21 كرة في الدفاع بياخدها المصري يجيب منها جون ويطلع الشوط الأول 1-0. الشوط الثاني طبعا ضاغط الزمالك، عايز يتعادل أو عايز يفوز. بينزل الشوط الثاني ضاغط، بس هجماته مش بنفس القوة والخطورة بتاعة المصري في الشوط الأول. مباراة فرصها يتعدوا على الصوابع، بس في حاجة غلط في نادي الزمالك أو في لعيبة نادي الزمالك. تيجي كرة ضربة جزاء وشوط للزمالك سيد زيزو، كرة للزمالك ضربة جزاء واللي يشوتها سيد زيزو. تبص على الكرة بعد ما اتلعبت بيشوتها في سقف المرمى وتنزل من زاوية تتشاف ان هي دخلت جوه الخط وطلعت، والزاوية بتاعت المرمى بتشوفها ان هي ما دخلتش بكامل استدارتها داخل المرمى وتطلع بره، والحكم يقول لك يلعب ويكمل المباراة. استنى قرار الفار، قرار الفار أيد وقال له الكرة مش في المرمى، كرة من بره. طبعا هرج ومرج من النادي الزمالك ولاعيبة نادي الزمالك والمدرب وكله نزل الملعب والدنيا وقفت على رجل يمين وشمال. يعني ما توصلش للدرجة دي. انت اديت انذار للإداريين بتوع المصري علشان وقفوا ان هم يعملوا تغيير ورجعوا في التغيير ورجعوا ينزلوه تاني. طيب انت اللي حصل ان المدرب بتاع الزمالك نزل لك جوه الملعب وإداريين ولاعيبة من الزمالك نزلوا لك أرض الملعب، اديتهمش ليه انذارات؟ بلاش دي. الاعتراض بتاعهم ما اديتش ليه واحد على الاعتراض بتاعه انذار؟ يعني برضو يعني ما علينا. الكرة اللي بعدها على طول كرة بتطلع ناحية الكورنر لنادي المصري، محمد الشامي بياخد الكرة ويرقص المدافع ويروح قاطم على جوه، يقطم على جوه ويلعب 1-2 مع سمير ويرجعها له تاني الزاوية اللي هي بتاعت السوكة بتاعت الستة ويلعبها بوش رجله في 18. هدف عالمي، هدف عالمي بصراحة، هدف من أجمل أهداف الدوري المصري السنة دي. 2-0. يجي الزمالك بعد كده كورة من ناحية اليمين بتترفع من سيد نيمار ويدخل جوه الستة ياردة أوباما ويدخل يحطها بدماغه جون، تبقى النتيجة 2-1. تنتهي المباراة بنتيجة 2-1. بس في حاجة عاوز أتكلم عليها بالنسبة لعبد الله السعيد. المباراة اللي فاتت مع سيراميكا لما حصل التغيير طبعا قالوا كلام ان عبد الله السعيد غير نتيجة المباراة. طيب لما غير نتيجة المباراة دي لعب عبد الله السعيد لغاية لما حصل التغيير وطلع، وهو طالع لسلم على المدرب وشوح بإيده وشوح في وش المساعد وهو طالع. طيب الكلام ده حصل المباراة اللي فاتت في وقت تغيير ناصر ماهر، وناصر ماهر جزاؤه ان هو ما كانش في قائمة نادي الزمالك اللي لعبت مباراة المصري.
ايه حيكون جزا عبد الله السعيد؟ ده اللي هنشوفه الفترة اللي جاية. وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم.